السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. انا سميتي مسيوي هشام. مرحبا بكم، نهار جديد، فلوق جديد. كما كتشوفوا مورايا، الرباط عاصمة المملكة المغربية. هاد النهار اخوتي ان شاء الله غادي ماتش، كاين واحد الماتش اللي صعيب، واحد الماتش اللي ماتش القمة، الجيش الملكي ضد المغرب الفاسي. قررت باش نجي ندير فلوغ. ماتش ماتش اللي باين غادي يكون ماتش، زعما يكون صعيب على لي زيكيب، لي دو زيكيب بيان سور. غادي نحاولوا نقلوا لكم اخوتي كاع كبيره صغيره، كاع داكشي اللي يدور في التيران. وقبل منها غنديروا واحد الدوره صغيره في الرباط باش نشوفوا ديك بلايص زوينين ديال الرباط. اي ابخي نمشيو ان شاء الله كاملين التيران اخوتي. خليكم معنا، اللي ما مابونيش يتابونا، خليو لنا شي لايك اخوتي باش يوصلكم اي فيديو جديد. وما تنساوش شي تعليق يكون مزيون، شي جيك سوجيستيون باغ اكزومبل، شي حاجه ما عجبتكش في الفيديو، شي حاجه عجبتك في الفيديو، شي اقتراح. مرحبا. كنتمنى تخليو لي كاع اخوتي دي كومونتير. وان شاء الله انايا لا لقيت كيفاش انا غادي نجاوبكم، وغادي نحاول نقرا كاع لي كومونتير ديالكم. وخوتي خليكم معنا، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. يلا خليكم معنا. من المتوقع اليوم باش تكون مباراة اللي قوية بزاف. كما عودونا المقابلات ديال المغرب الفاسي والجيش الملكي اللي كيدوزو في واحد الاجواء اللي كتكون فيها تنافسيه في ارضيه الملعب والتنافسيه في المدرجات. كما كنعرفوا الجيش الملكي حاليا تيتواجد في الرتبه الاولى ب 17 نقطه، والمغرب الفاسي كيتواجد في الرتبه الثالثه ب 15 نقطه. يعني نتيجه التعادل ما غادي تنفع حتى شي فريق. اليوم غادي يعرف حضور جماهيري اللي كبير بزاف. جمهور المصاوي غادي يتنقل باعداد كثيره من مدينه فاس ومدن اخرى كالدار البيضاء وطنجة من اجل مسانده الفريق. كنعرفوا جمهور المصاوي جمهور حضاري، كيجي يشجع فرقته 90 دقيقه، كيخلق الفرجه في المدرجات. وايضا كنبغي نوه بالمكتب المسير ديال الماس على واحد البادره اللي كتبرهن على الاحترافيه في التسيير وحب الفريق، حيث ان المكتب تقاسم ثمن تذكره مع الجمهور. هذه صراحه بادره لتحسب للنادي وتحسب لرئيس الفريق. دابا اخوان، عرفتي صراحه خصني نمشي ناكل شي حاجه، عرفتي صافي انايا الباتري فيبل صافي. شكرا. هذا وليد، هذا بن صالح، هي صورة الشباك مرتين اثنتين بعد التمرير والاسيستان رائع من جانب عبد العالي الدودي. Hit that baseline nice and slow. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This late night life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the
كما كتشوفوا الاخوان، اللاعب السابق المغرب الفاسي بوريكا كيمشي باش يحيي الفريق السابق ديالو اللي كان هو البوابه ديالو للاحتراف للدوري السويسري. اذا مشاهدينا الكرام، في هذا الاثناء الحكم كيعلن على بدايه المقابله. صراحه انا كنت كنتسائل، ما عرفتش علاش الفصيل ديال المغرب الفاسي لحد الساعه ما خلاهمش يدخلوا، حتى تفاجئنا بان حتى ديك الفئه اللي كانت في الملعب يعني خرجت بحالها. يعني بحال كاين شي عرقله في الباب اللي ما خلاتش الجماهير الفاسيه تدخل. في هذا الاثناء لاعب بن جديده كيسجل الهدف الاول للماس، ولكن بعد غادي يتم الالغاء ديالو بسبب انه اللاعب المغرب الفاسي ارتكب خطا في حق لاعب الجيش الملكي. يو خوت، كما شفتوا بريمير ميطون سالات 0-0، ماتش مزير شويه صراحه. الماتش لعبه كره، حيدوا لهم بيت بالفار يكلفوا الجيش ناقصين. بريمير ميطون زعما الماس اللي لعبات، كنتمنى يتماركا شي بيس في دوزيام ميطون غير باش يتحرك الماتش شويه. الجمهور فاس ما خلاوش يدخل، ما عرفتش علاش، راه على برا. المهم اخوتي خليكم معنا دوزيام ميطون. فاش تسالات البريمير ميطون مشاهدينا الكرام، تنتفاجئوا بان كاينين الاف والاف من الجماهير الفاسيه اللي كتواجد خارج ملعب الاولمبي لاسباب غير معروفه.
تيشران ما تسالى خوتي 0-0 دوماج ما تماركاش شي بيت خوتي. كنتمنى هاد الفلوق يعجبكم واللي ما مابونيش يتابونا معانا ديروا لنا شي لايك اخوتي وخليو لنا شي كومونتير باش ان شاء الله نزيدو نقدموا الافضل ونزيد من الفلوقات ان شاء الله اخوتي. يلا خليتكم على خير ان شاء الله.